في بعض المرضى بيكون وزنهم فوق الحد المسموح به لعمليات التجميل. طب دول التعامل معاهم بيكون ازاي؟ بيكون قدامه حل من اتنين. اول حاجة ان هم يمشوا على نظام غذائي ونظام رياضي بحيث ان هم يخسوا في الوزن لغاية ما يوصلوا للوزن المسموح به لإجراء عمليات التجميل. طبعا ده لو هم محتاجين اي حاجة في عمليات التجميل بعد ما بيوصلوا للوزن الطبيعي. تاني حاجة ان هم يعملوا عمليات السمنة، سواء تكميم او تحويل مسار او ساسي، ويبدأ جسمهم ينزل في الوزن على مدار سنة كاملة لغاية ما يوصل للوزن الثابت بعد سنة. وساعتها العيان ده يجيلنا ونبتدي مع بعض عمليات التجميل اللي في الغالب بتكون شد ترهلات البطن والفخذين والدراعات والظهر، بلس طبعا شفط الدهون من بعض المناطق. هنا اوعى تكون مستعجل، لازم عمليات التجميل تبتدي بعد سنة من عملية التكميم أو تحويل المسار. ولازم تبقى فاهم إن إحنا شغلنا تنسيق قوام مش تخسيس. وهنا العيان يسأل: يا دكتور، هو أنا لو وزني كان 150 وبقى 90 أنا كده مش محتاج عمليات تجميل، أنا وصلت للوزن اللي أنا عايزه؟ أحب أقول لك لأ، أنت محتاج عمليات التجميل. أنت لما يبقى وزنك 150 وتوصل ل 90 هتلاقي في مشاكل في جسمك محدش عارف يحلها لك غير دكتور التجميل. وهنا يجي دورنا إن إحنا نشيل الجلد الزايد ده ونستأصله بحيث إن إحنا نعمل أقل علامات على جسم المريض، وإن خياطة الجروح دي تكون خياطة تجميلية بحيث إن هي تسيب أقل أثر ممكن، وإن الجروح دي نحطها في أماكن مخفية بحيث إن المريض ده بعد ما يعمل عملية يبقى كأنه ما عملش أي عملية أو ما فيش جروح ظاهرة على جسمه. وفي الآخر أحب أقولك إن العيان اللي وزنه 150 كيلو بيحتاج لاتنين: دكتور جراحة المناظير المتقدمة ودكتور جراحة التجميل، بس الفرق ما بينهم سنة. وهنا العيان بيقدر ياخد أحسن شكل لجسمه بعد إن شاء الله سنة شهرين من العملية أو من بداية رحلة إن هو يوصل لوزنه الطبيعي. نشوفكم في فيديو جديد.